السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة. هنعمل مع بعض النهاردة صدور وبروكلي، أكل للجيم وللرجيم وللناس اللي تحب الأكل الصحي. هنسمي الله. معانا صدور، كيلو صدور، ومعانا بروكلي أنا جايباه من السوبر ماركت. انا تبلت يعني كنت بسجل قبل كده وخلاص موضبه التليفون وعملت التتبيله، وفي الاخر اتفاجئت انه ما سجلش. معلش اعيدها لكم تاني. هي التتبيله سهله جدا يعني. كركم، كل حاجه معلقه صغيره، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه ملح اللي عايز يحط ملح، او نص معلقه، وليمونه. بالنسبه لزيت الزيتون انا حطيت معلقه، ممكن ما تحطيش، ده اختياري يعني، بس هو زيت الزيتون بيدي طعم للتتبيله. التتبيله اهي. طبعا التتبيله دي تسيبيها يعني قبلها بليله بتبقى احلى. ومعنا طبعا البروكلي دوت اللي هو ايه من السوبر ماركت. ده طبعا انا مش هسلقه، ولا لو جايباه انا فريش بسلقه، لكن ده مش هسلقه، هشوحه على طول. عايزه يعني مش عايزه تشوحي بحته الزبده، مش عايزه تشوحي بزيت زيتون، عايزه تاكليه كده، هتحطيه برضو، تحطي تغلي الميه وتحطيه. مجرد ما يغلي كده تعيني، لان هو الحاجه اللي بتبقى مغلفه كده بتبقى نص سوا. فلو انت مش عايزه تشوحيه، طبعا التشويحه بتدي طعم. لو مش عايزه تشوحيه، حطيه في الميه دقيقه كده وروحي مطلعاه، بس يكون غلي، مش دقيقه يكون سخن بس، لا. فتحطيه وتطلعيه وترش عليه بقى التوابل اللي انت عايزاه، ملح وفلفل يعني. لكن انا هشوحه لكم دلوقتي بمعلقه زيت زيتون او معلقه زيت ذره، مش هتعمل حاجه خالص. اوريه لكم بس. هو ده بقى الكيس 400 جرام. حلو جميل. يبقى انا جاي مجرباه قبل كده يعني، طبعا بجيبه فريش على طول، بس ايه، ساعات يعني بجيبه كده. بصوا حلو ازاي، بصوا متوضب بقى، وعلى طول بتعمليه ولا بتقطعي ولا بتعمليه. هو حلو على فكره يعني، مش حتى ما يعني مكتوب على الكيس بدون مواد حافظه. وطبعا في كيس تاني اهو افتحه برضو واشوح بقى ايه واوريه. يلا بينا. حط معلقه زيت كده، حط شويه فلفل اسود، ليمون، شويه ملح برضو مش كتير، هو طبعا عشان يعني في اكياس بيبقى طبعا بينزل شويه ميه. طبعا انتوا عارفين البروكلي غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. كل الحاجات دي مفيده جدا لاي حد، مش لازم اللي بيعمل جيم او رجيم. وطبعا ضد مرض السرطان يعني، اعوذ بالله يعني، ربنا يجيب لكم حاجه وحشه يا رب. حلو جدا يعني. يبقى كده شويه. افضل اقلب فيه كده لحد ما يكمل السوا بتاعه، واقلي معاكم الصدور. دي بتبقى، يمكن انا عملتها معاكم قبل كده برضو في القناه، بتبقى بديل الزيت يعني، ما بتبقاش دهون.
ايه ما اقولكوش بقى على الجمال. الله على الريحه والجمال. الله. ريحه بقى ما اقولكوش يعني. اي حد عامل رجيم ولا كده يبقى هياكل بنفس. اخلص الباقي واوريه. الطبق بقى زي ما انتم شايفين كده، بصوا الشكل جميل، يفتح نفس بقى اللي بيعمل رجيم ويعمل جيم. كل الناس بقى اللي هتاكل منه هتبقى نفسها مفتوحه، مش هتاكل تبقى متضايقه يعني. بصوا الجمال، مش اكل بقى، مش ملوش طعم، لا البروكلي طعمه جميل جدا مع التشويحه اللي احنا شوحناها. الفراخ طبعا التتبيله الجميله دي اديتها طعم يجنن بجد. الرز انا عاملاه بميه، يعني بحط رز وبحط له الملح بتاعه، وبحط له طبعا شويه بهارات مشكله كده عشان يدي طعم، وبعدين بغلي الميه في الكاتل وبحطها، فبيبقى ووطي عليه بقى يا دوب يغلي واروح موطيه عليه واسيبه بقى شعر عليه كده واسيبه من غير زيت ولا سمنه خالص يعني. بيطلع جميل وبرده يعني حبايه بحبايه حلو جدا يعني، مش تاكلوه برده ملكلك ولا حاجه. بص عامل ازاي، بصوا الطبق جميل ازاي. يا رب يكون عجبكم وتعملوه وتاكلوه برضو اكل صحي، ما هوش عشان الرجيم والجيم بس، يعني مش للدايت والحاجات اللي هي الناس اللي ما بتاكلش نشويات والحاجات دي، لا لاي حد يعني، اي حد صحي جدا في كل حاجه، الخضروات والبروتين والنشويات كل حاجه يعني. يا رب يكون عجبكم، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الصوت توصلكم. ميرسي قوي، السلام عليكم.